السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا. النهارده حلقه برضك مهمه عن الكليات. لو مجموعك بين ال90 وال80 تختار ايه؟ طب طبعا، هندسه طبعا كل ده على عيني وعلى راسي، ولكن حاليا انا هقول لك على الطب الافضل ليك ايه في سوق العمل. لو انت حبيت طبعا طب بشري وطب اسنان، انا مش هتكلم عنهم قوي، ومش هتكلم ان هم حاليا ممكن بداوا يعني مش هتكلم عنهم دلوقتي، ولكن هتكلم عن صيدله. لو انت جالك مجموع صيدله والف مبروك ليها، عايزك تدخل صيدله كلينيك. حاليا الصيدله العام ما شاء الله كويسه كل حاجه، ولكن نسبتها بدات تقل شويه في سوق العمل، لان معظم الناس بقى حاليا الصيدليات بدات تنتشر بشكل كبير، وناس كتير بدات تدخل كمجال الصيدله، ممكن مش دكاتره ولكن بداوا يدخلوا مجال الصيدله. ولكن صيدله كلينيك بتشمل حاجتين مهمين جدا جدا. اول حاجه بتشتغل في المستشفى، بتاخد دورات تدريبيه، بتبدا تتعامل في الطوارئ والمستشفيات الكبيره، تبدا تديك الحالات وانت اللي تشخص الحالات وانت تدي لها العلاج. فصيدله كلينيك مهمه جدا. طب بعد كده ايه؟ حاسبات ومعلومات. حاسبات ومعلومات يا جماعه مهمه جدا. لو انت محتار بقى بين هندسه وبين حاسبات ومعلومات، ممكن طبعا هندسه برضك مش هتكلم عنها، ولكن حاسبات ومعلومات ركز فيها قوي، فوكس عليها قوي، شوف كل تفاصيلها قوي، لان بدات تتنافس في سوق العمل بشكل ملحوظ وبشكل كبير، ولها فرص عمل وانت طالب بدات تشتغل فيها. مجال البرمجه والذكاء الاصطناعي ده بقى حاجه كبيره جدا جدا. طب ثالث كليه معانا وهي كليه الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، لازم نركز جدا جدا عليها. كليه التربيه العام لازم نركز جدا جدا عليها برضو. هتقول لي ده مدرسين ودكاتره، اقول لك لا، بص بره كده مفيش دكتور ولا مهندس بدي دروس بره او في مدارس بره. حاليا احنا وضع اقتصادي صعب في مصر، احنا بنبص لبره، سواء انت ولد او بنت انت تشتغل بره برضو. حاليا في سوق العمل ده بيتطلب منك المهارات اكتر. انت متخرج في تربيه عام بقى تشتغل في تربيه عام مدرس، متخرج في طب تشتغل دكتور، مهندس تشتغل مهندس. لكن احنا في مصر حاليا الدنيا بدات تخش كده في سلطه كده، انا مش حاببها. ولكن الكليات دي لازم نفوكس عنها جدا. كليات اللغات والترجمه مهمه جدا جدا جدا، لازم نفوكس عليها. وادبي وجايب مجموع كويس، لغات وترجمه مهمه جدا جدا. كليات الألسن مهمه جدا جدا. ان شاء الله لو انت دخلت كليات من الكليات دي اكتب لي كده واقول لك عنها تفاصيل عنها اكتر ان شاء الله، واكلمكم عنها بشكل كبير ان شاء الله. ربنا يوفقكم جميعا، انتوا قد التحدي وقد المسؤوليه. والعبره لما تخلص الكليه هتعمل ايه؟ العبره لما تخلص كليه هتشتغل ازاي؟ ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.